اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وفلوق جديد من قناتي انا طريق الله. كنتمنى الصوت يكون هو هذاك حيت بسبب الريح. المهم عدنا لكم فيديو جديد وفلوق جديد من هذه المنطقه الجميله ديال جباس. وحنا اليوم الحد غادي نمشيو نتفرجوا في المباراه ديال المغرب تنزانيا ان شاء الله مربوحه. غادي 3 على 5 ان شاء الله غادي يكون الماتش. نتفرجوا نقول لكم الاجواء في الفازون ديال مدينه جباس. حنا دابا في الطريق ديالنا نشوفوا المنطقه خويا حنايا في الفازون ديال مدينه جباس. نتوما شوفوا الاجواء. بالنسبه اللي بغى يجي راه بدلو القوانين. بغيتي تدخل خصك الفاين ولا لا كارت ناسيونال. نتوما شوفوا الاجواء تبارك الله. مازال الحال كاينه واحد القهيوه هنايا نمشيو نتقهواو ليها بما انه مازال ما بدا الماتش. واحد القهيوه هنايا دايرينها زوين. شوفوا الاجواء. شوفوا الخوت قالت لي كنتقهواو هنايا. واحد القهوه هادي عندهم زوينه تبارك الله. شوف قهوه زوينه. الماتش بدا عن طريق لاعب ابراهيم انتفاعات المنتخب التنزاني عن طريق لاعب سلام. عادت مغربيه في خطر. كان يقول خطا في جوده المنتخب. لاحظوا بان مزراوي عاد الى جهته اليسرى والذي بدا كان اضطراريا الى جهته اليمنى قبل ان يعود الى المركز. لاحظ في هذه الكأس الافريقيه نحن مقبلون على بعض الارقام ربما القياسيه لتحدث اول مره ليس فقط المنتخب المغربي ولكن في تسلل اسماعيل الصيدلي. لا زال الترقب يسود المباراة. لا زال الترقب لقرار الحكم بوبو تراوري. لا زال اسماعيل الصيباري ينتظر لاعب المنتخب التنزاني في نقاش مع الحكم. لكن في النهاية هناك فار يدقق يفصل في العملية في نهاية المطاف. نعم في أوضاع التسلل هي كانت واضحة على فكرة. واضحة رأسية التقدم في اسماعيل الصيباري وبالتالي حكيمي على مشارف منطقة الجزاء. سلاح نائب أشرف حكيمي يلحق بالكرة. أشرف الركنية في المباراة المنتخبة. العودة تكون تدريجية مع مرور المباريات ومع مرور دقائق المباريات. لذلك ننتظر صحيح الكثير من أشرف حكيمي لكن بالراحة على أشرف لأن هذه البدايات بعد غياب لشهرين. أشرف حكيمي الآن يسعد لتنفيذ هذه الركنية. مصرنجا يقطعها. مصرنجا نعم يخرج. عنده المساندة من هناك جهة اليسرى. طبعا الملاحظة الأساسية أنه وليد الركراكي الصمود والانزمات والتنظيم الدفاعي جيد للمنتخب التنزاني. ايوب الكعبي يدخل داخل منطقة الجزاء. ماذا سيفعل الآن؟ هنا يقترب منه زميله بلال أيوب أو أشرف حكيمي مرة أخرى في خطأ. الكعبي يقول فعلا هناك خطأ. تسديدة تنتظر يا جيران. عادت تنزانيا والأول يرى الثاني مرة. تنزانيا العملية وصلت إلى السلسلة. الكعبي كان قريبا من التسجيل. الكعبي كان قريب من التسجيل. هذه الإعادة مرة أخرى. هذا هو المستر دبل كيك في هذه اللقطة. راس نعم باليمنى باليسرى. هذا السلسلة الآن لتنفيذ هذه الركنية. 7 دقائق يتم إضافتها. كانت بدأ ضايع تعديل شبه الجولة الأولى بين
الزلزولي هل يحين موعد الهدف أم يواصل الصمود المنتخب التنزاني؟ طبعا اللي تحاول بإمكانياتها أن تبقى بهذه النتيجة حتى نهاية الشوط الأول. عموما أقرب إسماعيل موجود كذلك آدم مسينا والكعبي، 6 لاعبين في منطقة الجزاء. مرفوعة هذه الكرة في القائمة الأول، الراسية لا زالت مغربية. الزلزولي مرة أخرى فيها عرضية باستخدام كان على الاستعداد. وصلت هذه الكرة يا الكعبي، وصلت إليك هذه الكرة يا الكعبي المرتدة عن تنزانيا. الحكم خلى اللعب وخلى الأفضلية. ضاعت منك يا عبد الصمد، هذه كرات قد يستفيد منها المنتخب التنزاني لكن يتدارك الأمر. عبد الصمد رجعت مغربية. الزلزولي من جديد، مزراوي قصير هذه الكرة. الزلزولي مرة أخرى يهيئ لإبراهيم دياز، وصلت لبلال على جهتها اليمنى. الاستلام من أشرف حكيمي، ليلى العيناوي خطي هذه التمريرة. الرجوع مرة أخرى أشرف حكيمي، عندك الكرة أشرف بحسن حظك موجود بلال. هذه الرفعة العرضية لكن دائما نتكلم على أرضية الفانزون. تحية لكم كاملين. ناس ديال فاس واش ناشطين معانا؟ ناس ديال فاس واش ناشطين معانا؟ طبعا دائما كنذكركم بواحد 3 حوايج ضروريين. عندنا 3 ديال اسباس جيمين ديال الالعاب الالكترونيه، عندنا الاسباس ديال الصناعه التقليديه، وطبعا اخر اسباس اللي كاين هنايا اسباس الالعاب الالكترونيه. ونزيدكم معلومه اخرى، بلاتي معلومه اخرى ان شاء وذكرنا مرارا بأن منتخب تنزانيا فعلا كان دفاعيا منظما ومنتشرا بشكل جيد وغلق كل المساحات امام رفقائي اللاعب اشرف حكيمي. ثلاثيه نظيفه للمنتخب المغربي ان شاء الله. مربوحه ان شاء الله، في الجهه
مشاهدينا الكرام يبدو لي بأن هناك تغييرات في صفوف المنتخبين كمنذ احتفظ بترسيم العناصر المتابعة على انطلاق المنتخب المغربي. طبعا تذكير تشكيلة التنظيمية سرانجا جوب ماولي العيناوي السيبري ريال مدريد ابراهيم دياز شفناه في بعض الفترات منطقة الجزاء والاعتماد بالاساس على زميله في الجهة اليمنى لاعب اشرف نصير المزراوي من اسماعيل ينطلق اسماعيل يسدد اسماعيل والتصدي لحارس المرمى مازراوي. طبعا تذكر السيباري جدا في المباراة والتسديد المسافة التي أشرف العرضية الرأسية كرة العالية الآن يكثر منها المنتخب المغربي. عيناوي تحولاتهم السريعة في منتهى الخطورة لاعبي منتخب تنزانيا. قلت لكم بأنه منتخب متوازن. دعك من مباريات الدور الأول ونتائج الدور الأول. هنا بطولة أخرى تنطلق وحسابات أخرى في هذا الدور. الكرة تصل إبراهيم دياز يرفع لكن سهل بعد ذلك لحارس المرمى ماسارانغا يتابع بعد يرفع الكرة ابراهيم يرجع الى الخلف. اشرف حكيمي الان حاصروا تماما لاعبي تنزانيا في مناطقهم. كرة بينية ممتازة المرور. اسماعيل هو الحكم يصفر الخطأ فعلا. الصافرة المالية تعطي ضربة حرة للمنتخب المغربي والإسماعيل السيباري في عملية المرور. الحكم شاف الإعاقة. هذه الإعادة مرة أخرى. تدخل الماضي ينقض على هذه الكرة. بلال لمن ينتظر زميله الآن. من يقترب منه يحتاج إلى المساندة. بلال شوف كيف قاطع الكرة لاعب بلال الخميس. ياسين أين كان ياسين؟ نايف بونو جول صالح ابراهيم دياز لصالح المنتخب الوطني. ابراهيم دياز يا سلام عليك يا سي ابراهيم. هو يمنح الجول من زاويه صعبه امام ياسين يا جماهير. هدف اول لصالح المنتخب الوطني على واقع اهتزاز الشباك. اللمسه يصبح اول لاعب مغربي يسجل في 4 مباريات متتالية في نصف البحث عن الرد لأن مباراة خروج المغلوب. وتنزانيا ليس لديها ما تخسر. مع اقتراب نهاية المباراة ستبحث عن التعديل. حكم الماضي يعطي الإشارة الآن بعد نيل إسماعيل السيباري بطاقة صفراء. تلعب هذه الضربة الحرة إذا لمنتخب تنزانيا. بعيدة. هاتها إلى ضربة مرمى فعلا مستحيلة لأنه ليس من السهل أنك تسجل من تلك الوضعية. نايف يتقدم بهدوء. الجهة اليمنى فيها خطر. كان يحتسب. المباراة لم تحسب بعد طالما اللاعب متواصل. هذه الكرة للأمام في اتجاه يوسف نصيري في خطأ. بعد ذلك يقول الحكم اليوم من النقاط الإيجابية بصراحة. أشرف حكيمي أعطانا مؤشر أكثر من رائع بأنه بدنيا جاهز أن يواصل المشوار كأساسي وممكن يلعب أو يأكد بأنه يلعب 90 دقيقة ليس لديه مشكل بعد استشفاء وبعد علاج دام لفترة طويلة وعمل كبير بذل على فكرة لا من الطاقم الطبي. إلى الخلف مرة أخرى التدمير بهكذا التمريرات لكن الحكم يقول الكرة تجاوزت الخط. معليش يا حكيمي. الكرة أوت إلى رمية جانبية يلعب بسرعة. والسلام على طول في الجهة اليسرى. يلعب التماس
تنزانيا الان تمريره بينيه ممتازه. ادم مسينا في نهايه المطاف. الكره خارج ارضيه الميدان. لاعبي تنزانيا طبعا يحتاجون في هذه اللحظات الى وجود تدخل من طرف اللاعب ادم مسينا. هذه الاعاده امامكم على الصوره. راينا دياس الذي يعاصر لاعبي يشجع لاعبي قبل صافره الختام. الكل يترقب الصافرة النهائية لأن الكرة الأخيرة هذه العدد مجددا. الصراع بين لاعب المنتخب التنزاني وآدم مسينا. في انتظار تنفيذ ضربة المرمى. مازال يحتاج ميغال غاموندي الحكم يعلن عن ضربة حرة. تجاوزنا الوقت المحتسب بدل الضايع. 5 دقائق نعم لعبت في هذا الوقت البديل والمغرب يسير نحو المرور إلى الدور القادم. بينما هذا الحكم يزال اللاعبون هنا في نقاش مع الحكم. ربما قد يتوجه لإنذار أحد اللاعبين أو ماذا المدرب. ممكن المدرب أو أحد اللاعبين طبعا سينادي على أحد اللاعبين هنا لتوجيه البطاقة الصفراء. نعم بطاقة صفراء في هذه اللقطة. أحد لاعبي الاحتياطي للمنتخب التنزاني ينال البطاقة الصفراء في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام لاعبين التنزانيين لا زالوا يحتجون على اعتبار انه كان في دفع في اللقطه الماضيه. في النهايه القرار الحكم ليس بان هناك ضار. عموما ننتظر تنفيذ الضربه الحره. الياس يلعب الكره على جهته اليمنى. وفي هذه اللحظات فعلا تأتي صافرة الحكم المالي لتعلن على نهاية المواجهة وتأهل بشق الأنفس هدف النجم على هذا الفوز المستحق. مبروك ديما تحياتي وهنيئا. وغادي نخليكم مع دي جي اف